طيب شكرا لك. الو اتفضل. لو من فضلك مساء الخير شيخ وليد. مساء النور، اتفضل. كيف حالك؟ بس انا عندي طلب بسيط ممكن؟ اتفضل يا عاقل وناقل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا انا قلت اسمي تقول تريد الشهرة، واذا لم اقل اسمي تقول انت تخاف. وانت لا ما قلتلكش لكن... انت بتخاف قبل كده، ما انت كل مره اقول لك اتفضل يا عاقل وناقل، يعني انا اللي بقول اسمك كل مره، انا اللي بقول اسمك كل لا مره. انت قلت اخر مرة اني انا بخاف اقول اسمي. لا 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 لكن بص عموما بص يا لا عاقل، لا لا بص بس بص بس بص, بس بص. اسمع ما تقوليش اسمع، ما تقوليش اسمع، ما تقوليش اسمع، ما تقوليش اسمع. امال اقول لك ايه بص يعني؟ يا استاذ، بص يا اسمك استاذ، يعني؟ بص يا استاذ، اتفضل خش في الموضوع على طول عشان ما نحكيش كتير. اتفضل. ماذا طيب استفادت افتح الامه الان من امام عصمه الناس. الائمه؟ حاضر افتح امام الناس. انا ما بشوف بالتلفزيون، انا عم اكلمك بالتليفون بس انا خارج انت ماشي، البيت. ما فيش مشكله، اديني عرضت عليك السؤال، ماذا استفادت الامه من عصمه الائمه؟ هقول لك افتح سورة الفاتحة. فتحناها كلنا في مخنا، فتحناها في مخنا. لا 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 اريد الناس ان تقرا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. افتح سورة الفاتحة يا استاذ، فتحنا كلنا، مش محتاجين ان انا افتحها، مش محتاج ان انا لا افتحها. حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. افتح بس مش محتاج ان انا افتحها يا ابني، مش محتاج، مش والله محتاج. والله اذا انت رجل افتح سورة الفاتحة لا حول ولا قوة الا بالله. بقول لك لو انت راجل ولو انت راجل ماشي نفتح سورة الفاتحة، ما فيش مشكلة. افتح ماشي، خليك معانا لحد الاخر. بس ما قلتش اي حاجة، الله يفتح عليك دنيا واخرة. افتح الفاتحة. سورة الفاتحة لكي يبين لكم ان حتى عمر الخطاب عندكم كان يقرأ سورة الفاتحة خطأ. انت في العصمة دلوقتي ولا انت في ايه بالظبط؟ السؤال يعني انت في ايه دلوقتي؟ انت سؤال بس في ايه؟ انت في ايه دلوقتي؟ انت داخل تجاوب على السؤال. انت داخل تجاوب على السؤال ولا ما داخل تجاوب على السؤال؟ سؤال. اصبر تتقاطع مو تقاطع مو سؤال. انت داخل تجاوب. ادي سورة الفاتحة اهي، ادي سورة الفاتحة. العلي العظيم. لا ايوه، عمر بن الخطاب كان يقرأ اخر آية هكذا بطريقة خطأ: صراط من انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، بدلا من صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حكمه ايه؟ لا 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 انت قول لي اول حاجه. لا حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ معلش حكمه ايه؟ هقول لك حكمه ايه؟ لا يا اخي اسكت الله يخليك. لو سمحت قول لي حكمه ايه؟ لو سمحت قول لي حكمه ايه؟ لو سمحت اتفضل قول لي حكمه ايه؟ لحظه شوف صديقي، هذا ولد اسماعيل تبعك يعجز عن السؤال. يا استاذ لو سمحت حكمه ايه؟ يعجز عن السؤال. انا بحب اجيب من النهايه حكمه ايه؟ لا حول. بص هيهرب الخطاب تبعكم هذا لا يعرف ان يقرا سوره الفاتحه. والله لا يهرب، والله لا يهرب، هيهرب والله. يا استاذ حكمه ايه؟ يا استاذ طب اتفضل. ماشي واحده. اتفضل ادينا السند الصحيح للروايه اللي انت بتقولها ان عمر بن الخطاب كان يقراها كذا. اتفضل. كتاب المصاحف لداود السجستاني، وابن كثير في التفسير رقعها، قال نعم كان يقراها قراءة تفسيرية. اديني لو سمحت. لا 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 خالص. اديني سند. اتفضل. بص شفت لما زنقته، لما زنقته بص يا اخوانا، هو عارف اساسا ان احنا اهل السنه والجماعه ما ناخذ اي شيء بدون اسناد. اتفضل اديني سند الروايه لو سمحت. اديني سند الروايه. انا اعلم منك بالاسناد والله يا استاذ اتفضل اديني الاسناد. اذا كنت انت اعلم مني في الاسناد تبقى راجل مش تمام. أيوة لما تجيب لي روايه بلا سند تبقى راجل مش تمام. اتفضل. من امتى احنا بناخد؟ معلش بص هيعلي حسه وهيفضل يتكلم كتير. طب انا هسكت اهو، اتفضل اديني الاسناد. افتح كتاب المصاحف لداود السجستاني، واذا انت انكرت الكلام والله اعمل حلقه، والله اعري هذا عمر. اتفضل. لا انت جاي محضر حضرتك. اتفضل اقرا لنا من الكتاب اللي حضرتك جايبه بالاسناد. اتفضل. انت افتح الان امامك. اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. حضرتك انت اللي جايب الكتاب ولا انا اللي جايبه؟ انت اللي محضر الموضوع ولا انا اللي محضره؟ احنا ما طلبنا منك غير الاسناد. كتاب داود السجستاني اهو. اتفضلوا يا اخوان. داود السجستاني اتفضلوا. في كتاب المصاحف باسانيد صحيحه. قال الراوي: صليت خلف عمر فكان يقرا. يا استاذ اقرا لنا الاسناد لو سمحت.
اقرا لنا الاسناد. افتح كتاب المصاحف. اقرا لنا الاسناد. وليه افتحه لما انت فاتحه قدامك؟ اقرا لنا الاسناد اتفضل. يا جماعه افتحوا بس كتاب المصاحف يا استاذ سبحانك يا ربي يا جماعه، وانا بكلم ناس اهو. طيب اديني وطيت عليك الصوت عشان تاخد نفس وتهرب كمان. هل انا اخطات يا شيعه؟ هل انا اخطات يا شيعه؟ هو داخل عليا بموضوع ومحضره بقاله 30,000 يوم، انا مجرد بس قلت له اتفضل اقرا لنا الروايه بالسند. حقي. هو انا لازم دلوقتي اقعد ادور على الكتاب وافتح الكتاب؟ طب ما الكتاب ما بين ايدك يا ابني. انا مش طالب منك فقط الا انك تقرا لنا السند، لان احنا اهل السنه والجماعه زي ما انتم بتقولوا عباد السند، لا احنا مش عباد السند. نحن لا ناخذ اي روايه بلا اسناد، ولا بد ان يكون الاسناد صحيح. اتفضل اقرا لنا الروايه بالاسناد، اتفضل يلا. حاضر امامك. على فكره عم ارد عليك من باب الارتجال. كتاب المصاحف لابن ابي داود يقول باب اختلاف مصاحف الصحابه، يقول امامكم هنا مصحف طبعا كما هي مكتوبه، مصحف عمر بن الخطاب كما هو قال رضي الله عنه. هو قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن ابراهيم بن سويد النخعي حدثنا ابان بن عمران النخعي قال قلت لعبد الرحمن بن الاسود انك تقرا صراط من انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، فقال حدثني ابي وكان ثقه انه صلى خلف عمر بن الخطاب فسمعه يقراها. السند الثاني حدثنا عبد الله انبانا، طبعا عندما يقول انا في الاسناد يعني انبانا احمد بن سنان. خلص انبا ابو معاويه. استنى وقف لا استنى السند الثاني. لا خلص ما فيش مشكله. اوقف. حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عمر انه كان يقول مالك يوم الدين فيقول وكان يقرا صراط من انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. السند الثالث حدثنا محمد بن عبد الله غير المغضوب. استنى غير المغضوب عليهم وايه؟ هو كان يقرأها هو غير المغضوب عليهم وايه؟ هو كان يقرأها صراط من أنعمت عليهم، هو يقرأها غير المغضوب عليهم وغير الضالين. يعني وغير الضالين مش ولا الضالين، غير المغضوب عليهم وغير الضالين. ماشي. لا في خطأ ثاني. الصحيحة صراط الذين أنعمت عليهم. ماشي يلا ماشي. يلا طيب. السند الثالث حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن حدثنا سهل حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة أنهما صليا خلف عمر فقرأ بهذا. السند الرابع حدثنا عبد الله قال حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا يحيى حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال في المثنى قال سمعنا عمر بن الخطاب يقرأ صراط من أنعمت مش الذين من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. جميل قوي. يعني بس خلاص ممكن أجاوبك أنا؟ ممكن أجاوبك؟ ما فيش قراءة. ممكن أجاوبك. طيب لو حضرتك تسمح لي إن أنا أجاوبك. حاضر جاوب، بس بقول لك ما فيش قراءة كده. ايوه ما فيش قراءة كده، ما فيش مشكلة. طيب حضرتك انت قرأت 3 روايات، حضرتك قرأت 3 روايات ب3 ألفاظ مختلفة في المتن، صح؟ ب3 ألفاظ مختلفة في المتن. لا من قال ذلك. طب اقرأ لي المتن، اقرأ لي ماذا كان يقول عمر في الرواية الأولى وماذا يقول في الثانية وماذا يقول في الثالثة. طيب بالضبط مثل ما هو صراطة والثانية صراطة والثالثة صراط. لا احنا مش بنتكلم عن الصراط. اقرأ الآية كاملة كان بيقول فيها ايه؟ أنا حقرأ. أنت تريد أن أقرأ الآية الصحيحة أو قراءة عمر؟ لا بقراءة عمر اللي أنت جبتها، ما فيش مشكلة. حاضر. كان عمر يقرأ كما في المتن الأول صراط من وليس صراط الذين، صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. المثل الثاني صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. أيوة. والثالثة صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. طيب ممكن بقى حضرتك دلوقتي يبقى في اختلافات في من، ولا الاختلافات ال3 في مين؟ الاختلاف في كلمة الذين قرأها من أيوة. والثانية قرأها غير.
يعني هو الثلاثه، معلش واحده واحده بس عشان انا بحب افهم. يعني انت عندك دلوقتي 3 قراءات مختلفه لعمر بن الخطاب، صح؟ ايوه جميل قوي. طب هو عمر بن الخطاب كان بيقراها بالقراءات الثلاثه يعني؟ طب ممكن حضرتك تقول لنا مين ابان ده؟ ابان ده؟ أوقع نفسه في الجهلة والعجلة، لأنه عندما وضع اسم أبان بن عمران، ما الذي ظهر له في أول شيء؟ عمران بن أبان. أما ثاني شيء هو أبان بن عمران. أما عمران الأول فهو ضعيف، فالتبس بأنه هو أبان بن عمران، بينما أبان بن عمران قد أثنى عليه ابن حبان ولم يضعفه أحد، ولم يذكر أحدا بالجهالة أو التجريح، بخلاف عمران هذا أمامكم الذي ظن أنه أبان بن عمران هو من قيل عنه بأنه ضعيف، ليس بثقة، ليس بشيء. أما إذا رجعنا إلى أبان بن عمران، وهي الخيار الثاني في رابط البحث لجوجل، سنجد بأنه هو الثقة الذي وثقه ابن حبان كما هي أمامكم هنا. سبحان الله، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، تارة يجهل وتارة يستعجل وتارة يلتبس عليه. لكن نكمل الآن المسرحية. طب ممكن حضرتك تقول لنا مين أبان ده؟ أنت تريد مني أن أحلل السند؟ لو سمحت يعني قول لنا مين أبان. لا دي نقطة. استنى واحدة. دلوقتي عندنا يا اخوانا 3 قراءات ب3 قراءات مختلفة، والثلاثة سبحان الله وردوا عن عمر بن الخطاب. يعني كان في صلاة بقراءة مختلفة، والصلاة الثانية كان بقراءة مختلفة، والصلاة الثالثة كان بقراءة مختلفة، والرواية عن آبان. تمام؟ وهو مش عارف مين آبان دوت، مفيش مشكلة. حكمه بقى ايه في الاخر؟ سؤال بقى. لا احنا عايزين معلش واحده يا ابني، واحده يا ابني، واحده. احنا عايزين ايه يعني؟ بص اسمعني يا عم، اسمعني. شوف انا هقول لك ايه، يمكن اقول لك حاجه ترضيك، صح؟ يلا قول. جميل. قول. يمكن. تمام قوي، الحمد لله رب العالمين. جميل. حكمه بقى ايه يعني؟ لو افترضنا ان السند عندك ده صحيح، حكمه ايه؟ انه كان يخطئ في القراءة. انتم عندكم يا استاذ لو سمحت ما تقوليش انتم عندكم. انا سألتك سؤال مباشر محتاج جواب مباشر. الان هو اخطأ كما قلت انه اخطأ في الفاتحة واخطأ في القراءة، ومش هكلمك في السند اللي فيه ابان وهو كذاب، ما فيش مشكلة. لكن انا بكلمك، هل اسمعني للاخر. يا استاذ اسمعني للاخر لو سمحت. لو سمحت بقول لك، لو سمحت. انت جاي تستفرغ عندي وتمشي، مش هخليك تمشي. الان انت تقول ان عمر اخطأ في القراءة، واخطأ 3 مرات، وقال الالفاظ 3 مرات مختلفة. جميل. كمل. حكمه ايه في الاسلام الذي يخطئ في القراءة؟ حكمه ايه؟ حكمه اذا كان يخطئ اكثر من مرة ولم يثبت عنه انه قرأ الفاتحة مرة واحدة، فهو اجهل الجاهلين. فهو اجهل الجاهلين. حلو قوي، الحمد لله رب العالمين. يعني انت الان تقول ان عمر اجهل الجاهلين. طيب، ومن يبدل القرآن الكريم، من يبدل آية في القرآن الكريم، يبدل لفظ في القرآن الكريم، ده حكمه ايه؟ يبدل لفظ. هذه قراءة لفظ في آية في القرآن الكريم، حكمه ايه؟ حكمه كحكم عمر، لأنه جميل أوي. بس نقف بقى هنا، نقف هنا. أنا أعرف هتعمل إيه. لا اقف خلاص، اقف لو سمحت هنا يا أستاذ، لو سمحت اقف. تمام؟ اقرأوا معايا يا اخوانا كده في الفيض الكاشاني، وصاحبنا بيصف المعصوم عنده بأنه أجهل الجاهلين. قال: فهو قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال أبو عبد الله لقارئ هذه الآية: خير أئمة تقتلون أمير المؤمنين والحسين بن علي عليه السلام. فقيل له: كيف نزلت يا ابن رسول الله؟
فقال إنما نزلت خير أئمة أخرجت للناس. خير أئمة أخرجت للناس. حكمه إيه هنا الإمام بتاعك؟ حكمه إيه؟ أولا أجيبك. لا جاوبني على طول. حكمه إيه؟ حكمه إيه على السريع بس عشان مش فاضيلك. حكمه إيه على السريع؟ لا حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ لا الفاتحة. حكمه إيه؟ حكمه هذه إيه؟ الآية أقول لك هو لم يقرأها أثناء الصلاة. هو لا يا قالها باشا، ده بيقول هكذا لا، نزلت. هذا يقول الفرق. هكذا هذا نزلت. يا الفرق. كذاب يا لا، كذاب. يقول أنت هكذا كذاب. نزلت. نزلت نزول تأويلي، لأن لا مش نزول تأويلي. هكذا نزلت. ما في حاجة اسمها نزول تأويلي. انت هتخترع حكم من جديد. في حاجة اسمها نزول تأويلي يا راجل يا كذاب. في حاجة اسمها نزول تأويلي. أنت كذاب يا راجل يا كذاب. في حاجة اسمها نزول تأويلي. في انا نزول تأويلي. بص هيهرب لعمر. بصوا هيهرب لعمر. واحدة. ما حكم عمر. واحدة. أنت تقول نزول تأويلي، وهنا الرواية ما فيها نزول تأويلي. هو يقول فقيل له كيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال إنما نزلت خير أئمة أخرجت للناس. السؤال بقى، هل كان المعصوم عندك يقرأها في الصلاة كنتم خير أئمة أم كنتم خير أمة؟ تفضل. المعصوم يأخذ القراءة عن ما قاله الإمام علي قد جمعوا يا عم خلصني. محتاج غيرك. محتاج غيرك. كان يقرأها كنتم خير أمة أم كنتم خير أئمة؟ لا كان يقرأها كنتم خير أمة ولا كان يقرأها كنتم خير أمة أم كنتم خير أئمة؟ كان يقرأه أمة بثلاث حروف. لكن ليه؟ هو كذب على الناس وقال هكذا كان نزلت ليه؟ لا هو قال نزلت أي بمعنى التأويل. لا ما يقال على التأويل نزل. القرآن هو الذي يقال عليه نزل. ما تكذب. عيب. الناس كلها بتسمعك. عيب. ده بيقول له فقيل له كيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال إنما نزلت خير أئمة أخرجت للناس. خير أئمة هكذا نزلت. طب نكمل كمان؟ لا نكمل ليه؟ نرجع كده ونشوف هل التحريف هنا كان بيقصد بيه التأويل ولا بيقصد بيه القرآن؟ اهو يا اخوان نشوف هل هو نزول تأويلي. اسمعني، هو نزول تأويلي ولا نزول القرآن؟ اسمع. هيجري على عمر. بص يا اخوان، أقول المستفاد من مجمع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه. بيتكلم عن التأويل ولا بيتكلم عن القرآن؟ بيتكلم عن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، منه ما هو خلاف ما أنزل الله وليس خلاف التأويل. الله أكبر. ومنه ما هو مغير ومحرف، وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام. حذف منين؟ من التأويل ولا التنزيل؟ في كثير من المواضع، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبه قال علي بن إبراهيم القمي في تفسيره وما كان خلاف ما أنزل الله. نكمل. فهو قوله تعالى كنتم خير أمة، يعني كنتم خير أمة هو الخلاف، والحق هو إيه؟ كنتم خير أئمة. هتكذب تاني؟ بالأسانيد الأربع. هتكذب تاني؟ روح يلا امشي يلا. طلعت علماء جهلة وطلعت معصومين جهلة. بش دين أهبال. مشكلة الشيعي إن هو لما يعرف حاجة عن عمر أو يسمع حاجة عن عمر يجري جري
عايز يطلع عمر بن الخطاب غلطان جري، ما يهموش بقى وليد اسماعيل يلزمه بكتبه او يجيب له روايات مشابهه من كتبه، مش مشكله، ويكذب. يقول لك ايه؟ يقول لك لا ده قصده هنا تنزيل التأويل. ومن امتى من امتى التأويل بيقال عليه تنزيل؟ من امتى التأويل يقال عليه تنزيل؟ وبعدين علماء فضحوك، يعني الفيض الكاشاني فضحك، وعلي بن ابراهيم القمي فضحك، وكانوا الاثنين بيتكلموا عن القرآن الكريم، مش بيتكلموا عن التحريف التأويل. وإلا فتحريف التأويل عد، يعني انتوا عندكم مثلا حوالي 10 أو 12 كتاب تفسير، يعني معناه 12 كتاب تأويل، 12 كتاب تأويل. فلو أنا قلت لك هل الكتاب الأول، لو عدينا مثلا من 1 ل 12، لو قلت لك الكتاب الأول هل هو ده كلام أهل البيت؟ هتقول لي آه. هقول لك طب والتاني ده كلام مين؟ هتقول لي كلام أهل البيت برضه. طب لحد 12، طب لو احنا مسكناهم كلهم هل اللي فيهم هو كلام أهل البيت كله؟ هتقول لي لا. هقول لك إذا حرفوا على أهل البيت. يبقى التفسير غير التنزيل، التنزيل قرآن، التفسير اللي هو التأويل. الله المستعان. فتعالى يا ابني تاني، كل مرة سبحان الله، كل مرة سبحان الله الواد ده يجي وينقلب على عقبيه ويهرب، ومصر برضه ان هو يجي ويروح على قناته وياخد دقيقة. يعني شوف الحوار ممكن يكون 15 دقيقة ما بينه وما بينه، يروح ياخد دقيقة ويحطها على قناته ويقعد يعلق عليها ويعمل عليها فيلم هندي. الله المستعان. يلا خير ان شاء الله، خلونا نعلموهم دين، لان الناس دي مش متعلمة دين اساسا. احنا وصلنا كام دلوقتي؟ موضوع وعد اللامي. ماشي، موضوع وعد اللامي وصلنا كام؟